طب دلوقتي مثلا انا شعري بيقع وفعلا ابتديت اعالجه وخلاص بطل يقع، اوقف بقى علاج؟ وهل لو وقفت علاج هيرجع يقع تاني بعد ما خلاص كان اتعالج ولا ايه؟ تمام، هي الفكره كلها انت شعرك كان بيقع عليه. الموضوع معتمد في الاساس على التشخيص. في انواع من تساقط الشعر دي محتاجه علاج باستمرار، مش هينفع نوقفه، زي مثلا لما يبقى صلع وراثي او تساقط بسبب عوامل جينيه. انا الجينات دي انا ما بعرفش اغيرها، انا بقدر اعالج لك الاعراض الموجوده لكن الجينات مش هنلعب فيها. يبقى حاله زي دي انا لازم افضل مكمله في العلاج. في حالات تانية اللي هو التساقط التفاعلي او حصل مؤقت لسبب معين، واحده مثلا ولدت من فتره، واحده عملت عمليه، حد اتعرض لستريس معين، انيميا وعالجناها، هيحصل تساقط تفاعلي. ده بقى النوع ده من التساقط ده لا طبعا ما بناخدش العلاج على طول، بناخد كورس العلاج وبعد ما بيخلص بنوقف والشعر مش بيرجع يقع تاني. فالفكره كلها في التشخيص، ايه السبب. انا لو السبب ده حاجه بتتعالج وعالجتها يبقى انا مش هفضل ماشيه على علاج الشعر على طول، لو هو سبب جيني فانا بفضل مكمل.